بيبتدي الفيلم لما كان في كويكب عرضه 70 متر هيخبط الأرض. الحكومات كلها قررت تبعت سفينة فضائية علشان تحاول تدمره، بس للأسف السفن انفجرت أول ما دخلت مجال الكويكب، وده معناه إن البشر محكوم عليهم بالفناء في خلال 3 أسابيع. الكويكب هيضرب الأرض وهينهي كل الحياة. الزوجين دوج وليندا بيسمعوا أخبار على الراديو العربية بتاعتهم، بس دوج كان هادي وما تفاعلش خالص، وقال بس إنهم فاتهم المشوار اللي كانوا هيخرجوا فيه. ليندا ما قدرتش تتحمل بروده وقررت تسيبه وتمشي للأبد. بعد كده الناس في كل مكان في العالم بدأت تستسلم للأمر الواقع. الناس بقت بتعمل حاجات غريبة علشان يعيشوا آخر أيامهم، وحتى المرتزقة اللي بيعرضوا يقتلوا أي حد مش قوي كفاية إنه يتحمل لحد آخر يوم. بس دوج ما كانش عنده حاجة يعملها في حياته، وفضل ماشي في روتينه الممل. كان فاضل 21 يوم بس على نهاية العالم. لسه بيروح الجيم اللي بقى تقريبا فاضي، وبيرجع يتفرج على الأخبار اللي بتقول إن خدمات الموبايل توقفت، وإن المية والكهرباء كمان هيتوقفوا قريب. بعدها ركب عربيته وراح لشغله، ولقى زحمة أكتر من العادي لأن الناس كلها بتحاول تهرب من المدينة وتروح مكان أحسن. في المكتب دوج لاحظ إن عدد قليل من الموظفين حضروا الشغل، وبرضه بيستقبل مكالمات من العملاء اللي بيسألوا لو في تأمين ضد الكوارث. وبيرجع للبيت وفتح الصندوق البريد، كالعادة لقاه فاضي. شاف جارته بيني خارجة من شقتها بعد ما انفصلت عن حبيبها أوين اللي كان بيزعق لها. دخل دوج شقته ولقى الست اللي بتنظف له إليسا موجودة. حاول يقول لها إنها مش لازم تيجي تاني بسبب الوضع اللي هم فيه، بس هي افتكرت إنه بيفصلها فزعلت. فحاول يطمنها وقال لها إنها ممكن تيجي الأسبوع الجاي. بعد كده قعد يشرب دواء الكحة بتاعه ويتفرج على التلفزيون، وعرف ان اخر رحله طيران اتحركت، وان الخطوط الجويه مش هتشتغل تاني. الناس اللي عندهم طيارات خاصه بس هم اللي يقدروا يطيروا لو عاوزين، بس الخبراء بينصحوا عدم الطيران بسبب المخاطر. قبل ما ينام دوج شاف عنكبوت في الحمام وكان هيموته، بس في الاخر قرر يسيبه. تاني يوم الصبح بيصحى وبيلاقي وشه مليان لدغات عنكبوت. لقى جثه واحد زميله وقعت على عربيه بعد ما خلص على نفسه، وده هزه جامد. بعد اسبوع وكان فاضل 14 يوم بس، دوج راح حفله نهايه العالم اللي عملتها صاحبته ديانا. جوز ديانا قدم لدوج سجارة نادرة جدا، وفي الحفلة ديانا قالت لدوج انها مش متفاجئة ان ليندا سابته لانها عمرها ما كانت سعيدة معاه، وده صدم دوج لانه بصراحة ما اخدش باله قبل كده. ديانا حاولت تظبط دوج مع واحدة تانية اسمها كاترين بحجة انه مش لازم يموت لوحده، بس هو رفض. وجوزها قال لها ان العالم كله هيموت معاه، يعني مش هيموت لوحده. الحفلة بدأت وديانا قدمت له كاترين اللي كانت لابسة لبس فاخر ونادر، وحاولت تكلمه بس كان الموقف محرج. وفي العشاء الناس بدأت تحكي عن خططهم لاخر ايامهم، زي زيارة عائلاتهم او انهم يحققوا حاجات من قوائم احلامهم. كاترين بتقول انها عاوزه تقضي الايام الاخيره اللي فاضله دي مع حد مميز، وبتبص لدوج بنظرات لطيفه. بعد العشاء الحفله بدات تبقى مجنونه جدا لدرجه ان الناس سابوا اطفالهم يشربوا. كاترين بترقص وبتفضل تهزر مع دوج اللي كان بيحاول يتجاهلها باقصى حد. واحد من صحاب دوج بيقول له انه بسبب قرب نهايه العالم البنات ما بقتش عندها معايير، وكل راجل له فرصه مهما كانت طبيعته. مع الالعاب الناريه والدوشه اللي بقت خارج السيطره، دوج ما بقاش قادر يتحمل اكتر، فقرر يستخبى في الحمام. وديانا جت تطمن عليه. دوج بقى تعبان وقرر يرجع للبيت بدري، وقعد يفكر في حياته القديمه وهو بيتفرج على صوره حبيبته ايام المدرسه اوليفيا. بدا يعزف لكنه وقف لما سمع صوت واحده بتعيط عند باب الهروب، ولما راح يشوف ايه الحكايه اكتشف انها بيني اللي بتحضنه وهي بتبكي لان فاتتها اخر رحله للمملكه المتحده، وده معناه انها مش هتقدر تكون مع عائلتها في نهايه العالم. دوج عزمها على مشروب، وفي المقابل بيني عرضت انهم يدخنوا مع بعض لكنه رفض. بيني شرحت ان التدخين هو الحاجه الوحيده اللي بتساعدها على النوم وانها تصحى، لانها بتعاني من اضطراب في النوم، وده معناه انها ممكن تنام في اي وقت حتى لو في نهايه العالم نفسها. دوج وبيني بيقعدوا يتفرجوا على التلفزيون مع بعض، وبيني غفلت على الكنبه. تاني يوم بيني فضلت نايمه مهما كان صوت التلفزيون عالي او حتى اليسا اللي كانت بتشفط بالمكنسه جنبها. دوج حاول يصحيها لكن مش بيعرف، فقرر يعزف، وده اخيرا خلاها تصحى وبتقول له انها هتروح لشقتها. وهم نازلين بيني جابت معاها كومه رسايل البريد لدوج، وعرفته ان ساعي البريد دايما بيحط جواباته في صندوقها بالغلط، وده بقاله سنين. هي كانت محتفظه بيهم طول الوقت لانها ما كانتش بتشوفه علشان تديله الحاجات دي. الشخص الوحيد اللي كانت تعرفه هي ليندا، وافتكرت انها كانت مجرد زميله دوج في الشقه لانها كانت دايما بتشوفها سعيده مع حبيبها. دوج اتصدم لما عرف ان ليندا كانت بتخونه. رجع لشقته وفي غضب شديد دمر كل حاجه تخصها. كان حاسس انه مغفل تماما. بعد كده راح اشترى ازازه من السائل الازرق وراح لحديقه، وهناك شاف 2 مراهقين فصرخ عليهم علشان يخوفوا، وبعدها شرب لحد ما فقد الوعي. لكن خطته انه يخلص على نفسه فشلت، وصحي تاني يوم بحاله كويسه. لما صحي لقى كلب مهجور مربوط جنبه ومعاه ورقه مكتوب فيها اسف. دلوقتي فاضل 12 يوم بس. دوجي اخذ الكلب معاه وبدا يتمشى في طريقه للبيت، وهو ماشي في المدينه لاحظ ان الناس بدات تبقى عنيفه جدا. كان في خناقات وحرايق وسرقه في كل مكان. بعد ما رجع شقته دوجي اكل الكلب وقعد يتفرج على الاخبار،
وعرف ان الشغف بقى منتشر في مناطق كتير. دوج بيبدا يألف البريد القديم بتاعه وبينصدم لما بيلاقي جواب من اوليفيا كان واصل من شهور. في الجواب هي بتوضح له ان عمرها ما بطلت تفكر فيه وكانت عاوزه تطمن عليه، لكنها كمان قالت انه ما يحاولش يدور عليها لان الوقت فات عليهم. اخر جمله في الجواب كانت بتقول له ان هو حب حياتها. فجاه طوبه بتكسر شباك دوج وصوت الانذار بتاع البيت بيبدا يشتغل. المبنى بيقرب انه ينفجر وكان في ناس عنيفين حوالين البيت. دوج بياخد الكلب وآلة العزف والجواب وبيخرج بسرعه من مخرج الطوارئ. بيروح عند شقه بيني وهناك بيقابل اوين اللي بيفتكر ان بيني بتخونه مع دوج. اوين بيغضب وبيضرب الحيطه لحد لما بيكسر ايده ودوج بيتجاهله وبيروح يصحي بيني، لكن اوين بيبدا يتخانق معاه على طول. دوج بيفكرهم ان الشغب بيقرب، فبيني بتقرر تجمع اكبر عدد ممكن من التسجيلات الموسيقيه بتاعتها قبل ما يهربوا من المبنى. الثلاثه بيخرجوا من المبنى وبيني بتتطوع انها تسوق، لكن هي ناسيه العربيه فين. في اللحظه دي حد بيضرب بالنار عليهم واوين بيستغل بيني كدرع بشري عشان يحمي نفسه. اخيرا بيلاقوا العربيه لكن بيني بتواجه صعوبه في السواقه لانها مش شاطره فيها. اوين بينزل عشان يساعدها تخرج من الركنه وهو بيزعق لها، وده بيخلي دوج يفهم سبب انفصالهم في الاول. دوج بيقول لبين انه يعرف حد عنده طياره ممكن يساعدها توصل لعيلتها لو قدرت تخرجوا من المدينه. بيني بتتحمس وبتمشي بسرعه وبتسيب اوين وراه. للاسف في اليوم الثاني البنزين بيخلص لان بيني نسيت تعبي العربيه وهما ماشيين على الطريق. بيني بتحاول تفضل ايجابيه لكن ده بيخلي دوج ينفجر وبيقول لها انها دمرت حياته لانها ما وصلتلوش جواب اوليفيا في الوقت المناسب، وده معناه ان مفيش حد يعرف مكانها دلوقتي. بيني بتحس بالذنب وبتوعده دوج انها هتساعده يلاقي حبه القديم. بعد كده بيني ودوج بيقابلوا واحد اسمه جيلين اللي بيوافق ياخدهم معاه، وهم في الطريق بيني بتطلب من جيلين يحكي لها عن حياته وبيبدا يحكي عن طفولته وعلاقته بوالدته. دوج بيكره كل لحظه من الكلام ده، خصوصا لما جين بيعترف ان الدكتور قال له انه ما فاضلوش غير 6 أسابيع يعيشها قبل نهايه السنه. جيلين كمان بيقول انه خسر حب حياته من كام سنه، ولما عرف ان نهايه السنه قربت فكر انه يقتل نفسه لكن خاف ما يدخلش الجنه بسبب كده. طريقه جيلين بتخلي دوج يشك فيه خصوصا لما شاف معدات حفر في ظهر العربيه. في الاخر جيلين بيوقف الشاحنه وبيقول انه محتاج يروح للحمام وبيطلب من دوج يجي معاه، وده بيزود شك دوج اكتر لكنه بيرفض. ولما جيلين بيمشي دوج بيقول لبيني انهم ممكن يكونوا مسافرين مع مريض نفسي، لكن بيني مش بتصدق كلامه. بعد شويه جيلين بيرجع وبيقول لدوج انه لازم يشيل القناع وبيقول ان ملامح وش دوج البارده بتثبت انه قاتل. دوج بينفي نظريه جيلين انه قاتل وبيعتذر جيلين عن سوء الفهم، بيوضح انه استأجر مرتزقه علشان يخلصوا حاجات معينه ليه. فجاه بيتم اطلاق النار على جيلين ودوج بيشوف المرتزقه بيهربوا بالعربيه. بعدها دوج وبيني بيدفنوا جثه جيلين باستخدام المعدات اللي كانت معاه وبياخدوا شاحنته وبيكملوا طريقهم. وفي الطريق بيلاقوا مطعم وبيقرروا يقفوا ياخدوا مشروب. الموظفه بترحب بيهم. دوج وبيني بيطلبوا اكل كلاسيك وبيجيبوا اكل كمان للكلب. بيني بترقص مع الموجودين في المطعم وبيحكوا لبعض اكتر عن حياتهم القديمه. فجاه بيني بتقول للموظفه ان النهارده عيد ميلاد دوج فبيجيبوا كيكه صغيره وبيغنوا. بعدها الاحتفال بدا يتحول، فدوج وبيني بياخدوا الكلب وبيمشوا من المكان. وهما في الطريق فجاه بيشوفوا صفارات الانذار وبينصدموا لما شافوا شرطي بيحاول يوقفه. بيني عاوزه تكمل السواقه لان القوانين خلاص بقت مش مهمه، لكن دوج مش عاوز مشاكل فبيجبرها انها تقف وهي بتدخن، ودوج بياخد منها السيجاره وبيحاول يخبيها في بقه لكنه بيشفط الدخان بالغلط. الشرطي بيجي وبيقول لهم انهم عملوا حاجات كتير غلط وبيني بتقول انه ده ملوش فايده دلوقتي، لكن الشرطي مش بيسيبهم وبيحبسهم. بيني بتنهار لانها حست انها فشلت في وعودها لدوج، فدوج بيحضنها من ورا القضبان وبيقول لها انها ما دمرتش حياته، هو اللي عمل كده في نفسه من زمان. السيجاره اخيرا بدات تاثر على دوج وبيعترف انه مفيش حد من عيلته موجود. امه ماتت بسبب مرض وحش وابوه كان سايبهم. بعدها بيعزف لحد لما بيناموا. الصبح شرطي جديد بيستلم النوبه وبيطلق سراح كل الموجودين، بس للاسف مش بيرضى يرجع لهم الشاحنه لانها اتحجزت، لكن الشرطه بيعرض عليهم توصيله. بيني بتفتكر ان في حد من اللي كانت تعرفهم ساكن قريب فبيوصلهم الشرطي للمكان اللي هي قالت له عليه. لما بيوصلوا دوج بيشوف ان اللي بيني رايحه له هو سكيب، واحد عسكري سابق بجسم رياضي وملجأ خاص مليان بزمايله العسكريين. سبيك واضح انه لسه بيحب بيني وبيديها موبايل بيشتغل بالاقمار الصناعيه علشان تقدر تكلم عيلتها. بيني بتبكي لما بتسمع اصوات اهلها واختها الصغيره لاول مره. بعدها سبيك بيقول لدوج انه بيني ممكن تقعد في الملجأ لكن هو مش مرحب بيه. بيني بترفض تسيب دوج لوحده وبتطلب من سبيك عربيته علشان تقدر توصل دوج لمكان حبيبته القديمه. سبيك بيوافق بشرط انها ترجع العربيه بعد ما تخلص. تاني يوم دوج وبيني بيوصلوا بيت اوليفيا وهي صغيره لكن مفيش حد بيرد لما بيخبطوا على الباب. بيني بتكسر الشباك البيت علشان تدخل
وبيلاقوا اكل في التلاجة وبيقرروا يقضوا الليله هناك. دوجي بيلاقي اسطوانه قديمه وبيسمعها مع بيني وهم بيحكوا لبعض اكتر عن حياته. الصبح بيني بتلاقي جواب من اوليفيا كانت مبعوت لوالدتها وعليه عنوان. دوجي بيتحمس وبيقرروا يروحوا للعنوان ده، لكن لما بيوصلوا دوجي بيقول لبيني تستنى في العربيه وبيروح للبيت، لكنه بيرجع بعد شويه من غير ما يخبط على الباب. بيني بتتخض وبتساله ايه اللي حصل، لكن بيقول انه ساب الرساله بدل ما يخبط. بيحصل جدال ما بين دوجي وبيني بتساله ايه اللي اتغير، لكن دوجي بيبقى مضطرب وبيخبط العربية في صف من الناس. دوجي بينزل وبيمشي على الشاطئ وهناك بيشوفوا ناس بيتعمدوا في البحر. بيني بتلحقوا بيروحوا على الناس وبيستمتعوا على الشاطئ. في اليوم التاني بيني ودوجي بيوصلوا لبيت في الريف، وبيقول دوجي ان الراجل اللي عنده الطيارة هو فرانك ابوه. فرانك بيحاول يعتذر لدوجي، لكن دوجي بيقول له ان مفيش داعي لان النهاية جاية خلاص. التلاتة بيتعشوا مع بعض وبيعزفوا قبل ما دوجي ياخد بيني للطيارة ويعترف انها حب حياته. في الاخر دوجي بيرجع لشقته مع الكلب وبيلاقي رسالة من كاترين جارته. بعدها بيتفرج على اخر نشرة اخبار بتعلن ان الكويكب هيضرب الارض خلال 16 ساعة. دوجي بيروح لشقة بيني وبيسمع تسجيلاتها وبيفكر في كل اللي حصل بينهم. فجأة الكلب بدأ ينبح ودوجي بينصدم لما بيكتشف ان بيني رجعت. بيحضنوا بعض وبيفضلوا مع بعض لحد لما الكويكب بيضرب الارض وبينهي كل حاجة، وحتى كمان الفيلم بينتهي. لو عجبك اتأكد انك تضغط على الاعجاب وتشترك هنا بالقناة وفي القناة التانية وتفعل الجرس هنا وهناك وبس. سلام.